ورينا ايه المشكله؟ ولا انت خايف؟ ولا الزمالك البعبع؟ يا ممكن سجلها ولد معلول، سجلها علي معلول ملك الحلول. وي يا علي وي. ولا الزمالك البعبع؟ الزمالك اللي وهو بنص رجل بيعرف يكسب. ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ ده ايه السخافه؟ ايه البواخه دي؟ ده انت بايخ قوي يا اخي، ده انت رزل قوي يا اخي. الزمالك خلي بالك لغايه من سنتين ثلاثه بس كان واخد 80% من البطولات كرة قدم والعاب جماعيه. يا سيدي انا جامد، انت بتحاسبني عشان انا جامد؟ انا جامد، انا باخد حقي، انا راجل باخد حقي، انت بتعمل حسابي خلاص يبقى انا جامد خلاص. تمام، ده تلوم ان انا سعيد بجمله انا جامد دي لانها بتفسر الموضوع. يعني انت كده عملت الكيس بتاعتي، هو فعلا الاهلي بيعمل معامله اخرى لا هي اسباب في بس عده نقاط. ليه يعني بتهرش؟ جبت لنا الكلام ومن مين؟ من واحده. ده الزمالك اللي بيغسل برجل واحده، فما بالك لو معاه رجلين الاثنين. الزمالك هو البعبع، لان الزمن بيقول ان الزمالك لما بيقف بس على رجله الاثنين محدش بيعرف يقف قدامه. ده نادي الزمالك اللي المفروض ان هم عاطلين على كوبري اكتوبر. تمام، دول لعيبه نادي الزمالك اللي عطلانين على كوبري. فما بالك لو خد حقه. هو ده الخوف الحقيقي، صدقوني في ناس مرعوبه ان الزمالك والانديه التانيه تبتدي تاخد حقوقها وتقف على رجليها ويبتدي يبقى في منافسه حقيقيه. وانسى بقى ليله الدخله والكلام ده، عشان انا عندي اساسا عذر يخليك ما تقربليش. ايه؟ هو ايه ده اللي يخليني ما اقربلكيش؟ يعني عذر قهري. عذر قهري. والحاجه والدتك عندها معلومه بالعذر القهري ده؟ عارف. هي دي الرياضه. يعني ايه رياضه يا جماعه؟ الرياضه يعني منافسه حقيقيه، الرياضه يعني تكافؤ فرص، الرياضه يعني عداله، الرياضه يعني اديني حقي واديني فرصه عادله ان انا انافس معاك واطلع اتكلم قول ان انت جامد. والجاب وسع عشان الاهلي ماشي كويس ومحافظ على مبادئه، واحنا جالنا ناس في النص خسرتنا مبادئ يعني يمكن على مين؟ على ناس فلوسها بتدفع لها بعد سنتين ثلاثه ولا سنه من نهايه الموسم. قلت له اضرب يا ولد، اضرب يا ولد، اضرب ايه؟ الادارات في الزمالك هي السبب. مش الادارات اللي صار يعني بالاهلي لو صارت اي مشكله ما حدا بيعرف عنها. صحيح. بس بالزمالك على طول كل الدنيا بتحكي صحيح. فيها. في صراعات كبيره جدا في الزمالك. خدوا تاني مثال واضح، اما خبينا الورقه بتاعه الايقاف خلال الست شهور مضينا لعيبه وظبطنا الفرقه وكسبنا الدوري وبعدين اعلنا في الوقت المناسب. صراعات داخليه هي السبب اللي بتخلي الزمالك بهذا الوضع. طبعا الاهلي ملوش ذنب. الاهلي ملوش ذنب، ما تلومه. لا. طب سؤال بالنسبه على ناس كل سنتين ثلاثه تروح ضارب لهم مجلس اداره وممشيهم ومعين لهم لجنه معينه وبعد كده مجلس منتخب، بعد كده قضيه بتشيل المجلس المنتخب. الكلام اللي بقوله لكم ده بقى له 25 30 سنه. انا بسالك سؤال، انت جامد على مين؟ تخيل انت مثلا خدت الكونفدراليه اللي فاتت وخدت السوبر الافريقي وخدت دوري ابطال افريقيا. ايه ده؟ ايه يعني؟ ايه بعد كده يعني؟ ده انت كده تبقى انت وصلت لمرحله لم ولن يصلها نادي افريقي في اعتقاد الشخص. انا بسالك سؤال، انت جامد على مين؟ على مين؟ امال امك انت. يلا كان نفسي ابقى قاعد القعده دي، في حاجات كده بتعدي وبتقول يعني ازاي؟ الاهلي ملوش ذنب، ما تلومه. لا. طب سؤال مع احترامي الكبير لاي حد، لكن سؤال انت جامد على مين ومنين؟ يا جدع حرام الضرب ده كتير والله.